عمرو بن الجاحظ كان حاطط أكله جنب النهر في المكان اللي بيحبه، وكان قاعد مستمتع بالأكل والهواء المنعش في الأيام الحارة في مدينة البصرة. عمرو كان بيشتغل طول اليوم في سوق الوراقين، كان بينسخ الكتب وبيصححها. في اليوم ده قبض مبلغ بسيط من الدراهم، صرفه كله عشان يجيب أكلة ويقعد جنب النهر ويريح جسمه وعينيه من تعب اليوم. لكن أول ما بدأ ياكل وقف قدامه شيخ كبير في السن وقال له بشفقة: يا للفتى المسكين، ازاي تقعد لوحدك وتاكل من غير ما حد يونسك؟ عامر رفع راسه وشاف الشيخ اللي كان مهيب ومحترم وقال له بأدب: اتفضل معايا. الشيخ نط بسرعة وقعد قدام عمرو والأكل كان ما بينهم، وبدأ يمصمص شفايفه وقال: صعبت عليا يا مسكين، أنا مشفق عليك عشان أنت وحيد. تخيل لو وقف في بقك لقمة وأنت بتاكل، كنت هتعمل إيه؟ مين كان هينقذك؟ عمرو فكر وبلع ريقه وخاف لما تخيل إن الأكل ممكن يخنقه، ورد عليه وقال له: أنا باكل لقيمات صغيرة وبمضخها كويس يا شيخ. الشيخ قال له: غلط، ده أكبر غلط، لازم تكبر اللقمة عشان تقدر تستمتع بالأكل. وأخد الراجل لقمة كبيرة من الخبز وحتة لحمة كبيرة وحطهم بسرعة في بقه وأكلهم بسرعة. عمرو اتخض وحس بالفزع، لكن الشيخ كان بيشرح كلامه بس. بعدين الشيخ سأل عمرو: انت بتشتغل ايه يا ابني؟ عمرو قال له: انا بشتغل نساخ في سوق الوراقين. الشيخ قال له: ده بقى سبب جحوظ عينيك، انا كنت فاكر ان عينيك جحظة كده او طالعة لبره عشان انا بس دقت حتة من اكل. عمرو حس انه اتكسف قوي وقال له: لا لا يا سيدي، اتفضل، انا سعيد بجلوسك معايا. الشيخ قال له: خلاص، خلينا اتاكد. وراح واخد لقمه اكبر من اللقمه الاولى وخد حته لحمه اكبر وراح واكلهم بسرعه. عمرو حس بالخوف من الهجوم التاني على الاكل بتاعه. الشيخ سأله: هو انت اشتريت الاكل ده منين؟ عمرو رد وقال له: اللحمة والخبز جبتهم من الحاتي اللي موجود في أول السوق. الشيخ قال له بكل ثقة: لا 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 لا، أنا متأكد إنك جبتهم من الحاتي اللي جنب النهر. عمرو حاول ينهي الموضوع وقال له: والله اللحم كله شبه بعض. لكن الشيخ أصر، قال له: لا، كل واحد وله مذاقه الخاص، أنا لازم أتأكد بنفسي. وراح واخد لقمة ضخمة بحتة لحم أكبر وراح واكلها بسرعة. الشيخ قال له: على فكرة، أنت على حق، الأكل ده جاي من الحاتي اللي موجود في السوق. عمرو كان بيتمنى إن دي تكون اللقمة الأخيرة عشان يلحق ياكل أو يلاقي حاجة ياكلها. بس قبل ما عمرو يبدأ ياكل الشيخ قال له: هو أنت شكلك متضايق كده ليه؟ عمرو رد بدهشة: أنا متضايق؟ الشيخ قال له: أيوه. هو أنت زعلان عشان أنا قعدت معاك؟ عمرو قال له: لا لا لا، أنا مولود شكلي كده. الشيخ سأله: يا ابني أنت لو متضايق عشان أنا أكلت حتة صغيرة من أكلك قولي. عمرو حاول يبتسم وقال له: لا لا لا، أنا مبسوط إن وجودك معايا زادني. الشيخ قال له: أنا مش مقتنع، خليني أتأكد كده. وراح واخد لقمة كبيرة كالعادة من الأكل بتاع عمرو لدرجة إن عمرو صرخ من اللي شافه. الشيخ قال له: عمرو، شفت أديك متضايق بقى عشان أنا دقت من أكلك. عمرو رد عليه تقريبا وهو بيعيط، قال له: أنت ما دقتوش، أنت كلت كله. الشيخ رد وقال له: أنا خدمتك، صدقني لو كنت كلت كل الأكل ده لوحدك كنت هتصاب بالسمنة وعقلك هيصاب بالبلاد. عمرو قال له بكل حزن: لكن ده كان أكل يومي كله وانت خلصته، أنا كده النهاردة هيعدي عليا وهموت من الجوع. الشيخ قال له: ما تنساش إن انت اللي طلبت مني إن أشاركك في الأكل. الشيخ قال كده وقام وهو غضبان وقال له: انت ضيعت وقتي ودلوقتي أنا مش هقدر أروح أتغدى مع ولادي، روح الله يسامحك. وقام مشي وساب عمرو قاعد حزين قدام بواقي الأكل اللي قدامه. عمرو الجاحظ منسيش أبدا الشيخ اللي أكل أكله ده، وفضل يتتبع أخبار الناس اللي زي كده، اللي بيفرضوا نفسهم على الآخرين وياكلوا طعامهم ويسلبوا ويسرقوا أموالهم وكمان مشاعرهم حتى وهم بخل على نفسهم. عشان كده عمرو الجاحظ كتب عنهم أشهر كتبه اللي بقت مرجع في اللغة العربية، كتاب البخلاء. الحادثة دي فتحت عيون عمرو الجاحظ على الطبائع البشرية والصفات المختلفة بين الناس من الكرم والبخل والشجاعة والخوف. عشان كده عمرو كتب كتب كتير غير البخلاء، زي البيان والتبيين، التربيع والتدوير،
وكتاب الحيوان المشهور. وبفضل قلمه البارع ولسانه اللاذع كان دايما بيحارب الصفات السيئة زي البخل والتطفل والنفاق علشان يحرر المجتمع من الناس اللي زي دي. الجاحظ بقى رمز في الأدب العربي، وكلماته لسه عايشة بتوعي الناس وتفهمهم الطبايع البشرية لحد النهاردة. كنت معاكم مروة.